الطلبة اللي لسه خارجين من ثانوية عامة اخش علاج طبيعي ولا ما اخشش؟ خليني الاول اقول لك على حاجة مهمة قوي لازم تبقى معاك قبل ما تخش الكلية، وهي انك تبقى بتعرف تتكلم انجليش، تفهم انجليش كويس، لانك هتلاقي كلية 3/4 الدراسة فيها او يمكن كلها بالانجليش، مصطلحات كلها بالانجليش. لو هتتكلم مع اجانب فانت بتتكلم بالانجليش، لو هتشوف اجانب معظم الكورسات الكويسة والكورسات الحديثة كلها موجودة بره، فهي كلها اونلاين، فانت محتاج تبقى بتفهم انجليش كويس. لو حابب تدور على اليوتيوب على حاجة لازم تبقى بتفهم انجليش. فالانجليش مهم جدا قبل ما تخش الكليه، لازم تبقى واخد كورسات انجلش، تبقى بتشوف على اليوتيوب في كذا تشانل بتقدم محتوى تعليمي بالانجلش فتقدر تتفرج عليه. كل ده عشان تخش الكليه جاهز وما تبقاش بتعاني وانت بتذاكر. تاني جزء هو الكليه نفسها. الكليه نفسها الدراسه فيها 5 سنين وسنه امتياز. سنه امتياز دي انت بتنزل مستشفى حسب نظام كليتك. بالنسبه للدراسه، الدراسه مش صعبه، الدراسه مش اصعب خالص من طب مثلا، الدراسه مش اصعب من هندسه لو خرجنا بره الفيلد. هل الدراسه فيها صعوبه شويه؟ اكيد، لان انت بتدرس تشريح، بتدرس فيسيولوجي، بتدرس حاجات ليها علاقه بالمخ والاعصاب والكلام ده كله، فطبيعي ان هي يبقى فيها حاجات ادفانسد شويه، ولكن هي مش صعبه، تقدر تذاكر عادي جدا. طيب بالنسبه للشغل بعد الكليه، الشغل بعد الكليه موجود ومتاح وكتير ولسه بيفتح، وخصوصا في الخليج او في اوروبا او في امريكا بيحتاجوا ناس كتير تسافر بره لان عندهم العماله مش كبيره، وخصوصا لو انت شاطر فبتتاخد بسرعه. لكن طبعا الشطاره هنا ليها مقياس، يعني مش معنى انك شاطر في الكليه انك شاطر في سوق العمل. في حاجات كتير بعد الكليه لازم تدرس، ويا ريت لو درستها كمان في الكليه هيبقى تحفه. طيب بالنسبه للفلوس، هل هي فلوسها كويسه؟ فلوسها كويسه، تقدر تقبض رقم كويس لو انت بتذاكر كويس وفاهم وعارف سوق العمل طالب ايه. الجي بي اي بتاعك مش مهم قوي على قد ما مذاكرتك بره الكليه هي اللي مهم، لان في الحقيقه الكليه بتدي منهج قديم، منهج معمول من 30 سنه وما اتغيرش لحد دلوقتي، فانت محتاج تاخد منها البيزكس وتبدا تبني انت بره الكليه. فلكل الاسباب دي انا بقول لك لو انت عرفت تخش علاج طبيعي خشها، سواء بقى جامعه خاصه او جامعه حكومه، الموضوع مش هيفرق كتير. اللي هيفرق لو انت معاك فلوس تخش جامعه زي كوفنتري او هيرتفوردشاير او حاجه من الجامعات اللي في العاصمه، طبعا ده هيفرق 180 درجه في النظري وفي العملي وفي المناهج وفي كل حاجه. ولكن لو انا بتكلم على الكليات عموما الخاصه اللي هي زي ماست او 6 اكتوبر وجامعه حكومه زي القاهره مثلا، الحاجات دي كلها مش بتفرق عن بعض. في الاخر اللي هيفرق هو مذاكرتك بره الكليه والكورسات اللي بتاخدها، ان انت تشتغل على نفسك وتطور من نفسك، لكن غير كده مش هتفرق كتير.